آل سراح قاد الكثير من التظاهرات التي تطالب السلطات بإطلاق سراح المعتقلين، ورفع صوته عاليا لتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروة. كما خرج ببيان مصور يدافع فيه عن نفسه، شارحا للرأي العام أسباب خروجه، كما طالب العالم ومنظماته الإنسانية بالوقوف إلى جانب قضيته المحقة. ما خلاص أكيد بتكب بيحترق البيت، لأن شوف أنت استهلاك الوايرات، شوف السباكة، يعني هنا أقول لك مكان غسال، يعني لو طال ماي ولا حاجة بيولع البيت على طول. وهنا شوف الغاز وين يصير، وشوف سقف البيت، يعني وهذه مو عيشة واحد مواطن سعودي، شوف بيت ساكن فيه. اتهموا بإطلاق نار وأسلحة نارية، طبعا هذا الكلام كله مو صحيح. هو طلع على حاجة واحدة يدافع من أجل حقه، يعني شوف لا شغله ولا بيت ولا شيء، يعني زيه زي غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن عبد الله سلمان آل سريح، الذي تهمتني وزارة الداخلية في بيانها الصادر يوم الاثنين الموافق 2/1/2012 بتهم كثيرة كالتجمع الغوغائي والتفات المملكات العامة والخاصة وحيازات السلاح الناري بطريقة غير مشروعة وخروج عن النظام. وأنا أنفي كل هذه التهم الموجهة لي في الأساس لها من صحة. كان خروجي مطالبا بحقوقي وحقوق أبناء وطني الكريم بطريقة سلمية، لم أتلف أي ممتلكات ولم أتبع أجندة خارجية كما وصفتني بذلك وزارة الداخلية، فمطالبنا وحقوقنا كانت شرعية. لكني فوجئت ببيان وزارة الداخلية بحقنا، فأنا لم أفعل أي جرم بحق وطني، وإني أناشد أبناء بلدتي الوقوف معي ومساندتي، كما أناشد جمعيات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة الدولية للحقوق بالوقوف بجانبنا. فنحن بريئون من جميع ما ورد ببيان قائمة المطلوبين 23 من وزارة الداخلية. وهذا إني قد وكلت أمري إلى الله ربي ورب العالمين، والله بكل شيء عليم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. إن دماء شهداء القطيف ستروي شجرة الحرية، وليس في القطيف فقط، في الطائف والرياض ونجران وجدة وكل مدينة وبلدة مظلومة في بلادنا. يعرف كل هذا الشعب بأن الفساد في البلاد قد زاد في السنين الأخيرة، وكثرت البطالة والحرمان، ودخلت زهرة هذا الشباب في سجون الطالب من كل مدينة وبلدة ومذهب وقبيلة لحماية السلطة الفائتة الحاكم. أيها المواطن الكريم، نحن هنا لأجلكم ولأجل حقوقكم وكرامتكم. نحن هنا ليحصل هذا الشعب على حقوق الإنسانية في العيش الكريم والحرية والمشاركة السياسية. نحن هنا لأننا نريد وطنا قويا عزيزا مستقلا، ولكل المواطنين الذين يقوم بها المواطنون الأحرار. نحن هنا لنرفع صوت الشعب لكل الشعب. نحن هنا لأننا نريد برلمان ينتخبه الشعب. شعار الشعب يريد دستور وبرلمان. نحن هنا لنعيش الثروة المسلوبة وأراضي المنهوبة، ونحن نوجه التحية خاصة لقبيلة الطور التي حاول اللصوص لسرق أراضيهم ووقوفهم في الطائف هذه اليوم ليسمع كل هذا الشعب. نقول للشعب في باقي المناطق إننا هنا نكافح لأجلكم ولأجل أبنائكم.
وعادل المطيفي والشيخ سلمان الرويسي والشيخ مخلف الشمري والشيخ توفيق العامر ومحمد المجداوي وآلاف من غيرهم. ومع كل ذلك فقد اعتبرته الحكومة السعودية مارقا عن طاعة ولي الأمر، وفي محاولة لاعتقاله أقدمت السلطات على مطاردته بأسلوب هاتك للقوانين، حيث تم إطلاق النار عليه بالأسلحة الرشاشة وسط أحياء مليئة بالسكان، مما تسبب بذعر وسط الأهالي، وانتهى الأمر بإصابته وبعض رفاقه واعتقاله. وها هي بدأت العوامية عامت عليها إن شاء الله عالمي. جاء توجيه من الأمير أحمد. الحين قاعدين نصور ترى. هذا الأمير أحمد في حاله. شوي علم. طبعا معنا سواقنا الشيخ بدر عتيبي. هذا بيت عبد الله السريح وينه هذا بالنخل. هذا بيت عبد الله السريح. صرحت عليه إن شاء الله قال تصر مصر. عندنا متجهين لقسم الشرطة.